السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد درويش من تويوتا الحرفيين. والنهاردة زي ما عودناكم لكل عشاق تويوتا يارس، النهاردة هنجيب لكم قلبات وتعديلات جديدة في تويوتا يارس، وهنكلمكم شوية عن التعديلات اللي بنعملها في تويوتا الحرفيين. ناس كتيرة فاكرانا احنا بنفك ونركب بس وبنبيع قطع غيار. لا يا جماعة، احنا بنعمل كمان قلبات، ولو في حد عنده مشكلة فنية احنا بنحلها له من A to Z من اول للاخر ان شاء الله. مش زي محل احنا بنبيع قطع غيار او هدفنا ان احنا نبيع قطع غيار ونعمل صيانه. فخلينا نشوف مع بعض القلبه اتعمل فيها ايه واتغير فيها ايه، واتحلت القلبه دي ازاي او كان جايه ليه. ومع الباشمهندس احمد ابراهيم، وهنشوف القلبه ونشوف اتغيرت ازاي وبكام وانواعها ايه وخدت وقت معانا قد ايه. دي كانت قلبه يارس، قلبه فرش كامل من مانوال لاوتوماتيك. غيرنا السويتشات والاربع فروشه والاربع مكانات، وعملنا اليمين اللي هو السويتش عفوا من يمين لشمال. فخلينا نشوف الباشمهندس ونسأله على بقية الفنيات. السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الله ينور يا باشا. ايه الجمال ده؟ ممكن تقول لنا القلبه كان فيها ايه وعملنا فيها ايه؟ العربيه اليارس دي بتاعت الباشمهندس كانت مانوال، وحتى الاربع فروشه بتوعها جوه عندك هنا ايه. احنا الحمد لله احنا قلبنا له العربيه اوتوماتيك صريح، كل حاجه. ركبنا له 4 مكانات ماشي استراد، وركبنا له 4 ضفاير، وركبنا له 4 سويتشات. الحاجات دي كلها استراد. طبعا الفروشه عندك راكبه قدام منك ايه استراد بالسويتشات بتاعتها. احنا الحمد لله بنوصل كل حاجه على ابوها، يعني كل فيش بنوصلها على ابوها زي ما قال الكتاب بالظبط. الضفيره بتاعه الارضيه لو اللي هي بتاعه الحوض مش مجهزه، بنجيب الضفيره بتاعتها ونوصلها بالفيش بتاعتها شمال على ابوها زي ما قال الكتاب ماشي. والحمد لله بفضل الله بالنسبه للسويتش اللي هو اليمين بنعدله الفريم، بنعدل الشمال مكان اليمين وبنقلب الفيشه بتاعتها وننقل البنات بتاعتها على ابوها بالظبط. واحنا الحمد لله الحاجات دي كلها بنعملها زي ما قال الكتاب بالظبط، زي الياباني ما هو عاملها عنده. معروف عنك يا استاذ. الله يكرمك، الله يكرمك يا حماد، الله يخليك. فاحنا الحمد لله كده اي شغل، اي اوبشنات بنحب نعملها في تويوتا، بنحب نعملها كل حاجه على ابوها، تبقى زيها زي اي عربيه جايه من اليابان. وده الحته اللي عايز اوصلها للناس. يعني اي حد محتاج يعمل اي قلبات، اي تعديلات، اي حاجه عايز يعملها، يكون حريص كل الحرص يعمل زي الاوبشن اللي جاي من اليابان بالظبط. انت كمان بتغيرها من الاوبشن اللي جاي من اليابان اوريدي صح؟ احنا بنعملها زي الاوبشن جاي من اليابان بالظبط، زي الحاجات الاستيراد. احنا بنفكها من العربيه. يعني احنا القلبة ازاز دي فكنا من قلبة ازاز كهرباء بتاع درسون يمين، ركبناها في العربيه وقلبنا كل حاجه شمال على ابوها. الحاجات اللي بتحتاج تعدل والحاجه بتعمل شمال بنعملها شمال. يعني مثلا زي الفريم بنقلبه شمال، زي السويتش بتاع اليمين بنركبه عادي برده، بس بنقلب الضفيره بتاعته بتشتغل على ابوها. ما بتبصش بعد فتره يا باشمهندس؟ لا الحمد لله، اصل كل حاجه اصلي، اصل استيراد مش تايواني ولا صيني والحاجات دي كلها، وبتركب كل حاجه على ابوها. الحمد لله. ممكن تورينا بقى الاجزاء اللي اتغيرت؟ الحاجات اتغيرت عندك طبعا. احنا الحاجه عندك في عربيه الباشمهندس عنده هنا في الشنطه متصوره، ممكن اطلعها لك. اللي هو 4 فروشه عندك، هي باينه عندك. باينه عندك. طبعا غيرنا 4 فروشه عنده بتوع المكن العادي، وغيرنا له 4 مكانات اللي هم المانوال في شنطه عربيه، وغيرنا له الفريم بتاعه اللي هو الفريمات بتاعت المانوال اللي هي عندك. الحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي كلها طبعا كانت في حاجات بتاعت مانوال طبعا اتشالت، والمكن القديم اتشال بالضفائر بتاعته. حلو قوي. طب ممكن اشوف السويتش بقى بعد التعديل؟ تعالى يا باشا، ادي السويتش اهو. ده السويتش اليمين ماشي كده يا باشا. ده تعدل كده بقى شمال. ده تعدل بقى شمال على ابوه. ده عندك ده بتاع ناحيه اليمين عندك، هو بيشتغل يمين. ده بتاع اليمين ماشي، وبتاع الشمال عندك هنا هو بيشتغل شمال. فاحنا بنعرف اي حد بيحتاج يعمل اي تعديلات او يركب اي اوبشنات في العربيه، يقلب اوتوماتيك، يركب ازاز كهرباء، يركب مالتي، يركب مثبت سرعه، يركب اي حاجه، يكون حريص كل الحرص يركب كل حاجه بتاعتها على ابوها. يعني كل حاجه التقسيمات بتاعتها على ابوها صح، تكون الضفائر بتاعتها صح،
يكون كل التوصيلات بتاعتها تبقى مظبوطه، وبالاخص بنلجا للاستيراد انه ارخص حاجه بعد الاصل على طول مباشره، ودي اسهل حاجه بالنسبه لنا او المتوفره. ممكن ماشي. نشوف الناحيه الثانيه يا باشمهندس، البيبان بس اللي نشوفها تمام. تعالى نقرب اتفضل. من هناك. تعالى معايا. ادي عندك السويتش اليمين ورا يمين اهوت، ماشي، متوصل على ابوه. ادي الفرش بسم الله ما شاء الله عامل كل حاجه اللي تشوفها يعرف ان العربيه مش مقلوبه اوتوماتيك، مش ما شاء الله كانت ما كانتش مانوال. ماشي. ادي عندك الضفيره عندك كمان اهي. انت كده عليت الفئه بتاعت العربيه بس. علينا في العربيه. ادي التوصيلات بتاعتك على ابوها زي ما قال الكتابيات عامله ازاي، ولا بين اي حاجه. وادي الناحيه الثانيه عندك كمان، ادي السويتش عندك متوصل اهو، حاجته بتاعته اهو كمان شغال معاك زي الفل. ماشي يا حماده. تمام يا باشمهندس. فاحنا بنعرف اي حد محتاج يعمل اي اوبشنات او اي تعديلات او اي اكسسوارات عايز يعملها، يكون حريص كل الحرص ان يعمل الحاجات بتاعته كلها ايه، او يعمل كل حاجه بتاعتها، كل حاجه تبقى نفس الاوبشن المعموله عند الراجل الياباني. ماشي. ماشي. واحنا بنعمل قلبات ايه تاني؟ احنا الحمد لله بنعمل طبعا العربيه الجنوب بنقلبها من ام ام تي لاوتوماتيك. بنركب مالتي، اي قلبات، اي عربيه مثلا ازاز كهرباء، الفتيس بتاعها الاوتوماتيك بنعمله الحمد لله بفضل الفتيس 1300 على ابوه. الحاجات دي كلها الحمد لله بنعملها. العربيه خليجي مانوال بنقلبها اوتوماتيك، اي حاجه فور تشينر مانوال نقلبها اوتوماتيك، اي تعديلات، اي حاجات، اي اكسسوارات، مالتي، شريط ايرباج، المثبت، الحاجات دي كلها الحمد لله بفضل بنعملها. بلوتوث عايز نوصله على بوزه 2018 و19 الحمد لله برضه بنبدا نشتغل فيه دلوقتي. الناس كتير كانوا بيسالوا على يو اكس يو اكس، موصلات اليو اكس والفلاشه الحاجات دي كلها الحمد لله بنعملها على ابوه. في اي كاسيت في اي توصيلات، بس اهم شيء يبقى كاسيت يبقى مجهز على ابوه، وبنعمل التقسيمه بتاعته. الوصله اصليه بالنسبه ل 2019 كمان، اللي هو الفانوس اللي في السقف ده كمان اللي فيه بلوتوث، بنركب كاسيت اللي فيه بلوتوث ونشغله على ابوه. كنت قلت لنا قبل كده على الفوانيس اللي هي الليدات، والفوانيس اللي ادت على فكره الحمد لله فضل. مثلا ممكن العربيه ال 2014 15 16 نقلبها 17 لحد 19 ام الليدات. ماشي يا باشا. ماشي. العفو مع السلامه يا حماده، مع السلامه. نعلي نرفع الفئات بتاعتها. ماشي يا باشا. يلا مع السلامه. مع السلامه يا حميد، السلام عليكم، مع السلامه. كان لنا معانا باشمهندس احمد ابراهيم من تويوتا الحرفين، وشرح لنا القلبات وشرح لنا التويوتا اليارس اتعمل فيها ايه وتعدل فيها ايه. اي حد ان شاء الله بيسال على قلبات ممكن يسيب لنا كومنت ويقول لنا اللي عاوز يسال على التكلفه، عاوز يسال على اي حاجه ان شاء الله هنرد عليه مباشره. واي قطع غيار، اي سعر القلبه كام، الكلام ده كله ان شاء الله هنرد عليكم. كان معاكم احمد درويش من تويوتا الحرفين. انتظروا فيديو جديد من تويوتا الحرفين.